ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير ما أوصى به المؤمن أخاه المؤمن تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وخير الأعمال ما نفع، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وأصلحوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا. أكثروا من الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف تحصنوا، وانهوا عن المنكر تنصروا. واعلموا أن أكيسكم أحسنكم ذكرا للموت، وأن أحزمكم أحسنكم استعدادا له. ألا إن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. وطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وبغضه إلى قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الله عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوا على رسول الله. إخوة الكرام، إن الأيام أجزاء من الأعمار ومراحل في هذه الحياة الدنيا في الطريق الطويل. تنقضي هذه الأيام وتفنى وتزول، وبانقضائها وزوالها ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه استنفاد للأعمار، وقرب للآجال، وغلق لخزائن الرحمن. فالكيس من دان نفسه وعدل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال أو يقول: أنا أحسن الظن بالله، وكذا لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. فمن أحسن العمل في هذه الأيام فليحمد الله عز وجل، وليواصل على العمل الصالح والإحسان،
ومن أساء العمل فيما مضى فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الواحد الديان ويصلح الحال والأعمال. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. لابد أن ندفع ثمنا باهظا وغاليا حتى نفوز برضا الله عز وجل. في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، سوف نتحدث قليلا عن أهم النقاط التي نستخلصها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه السنة سنة 1435 هجري سنة عز وتمكين واستقرار وأمن لدين الله عز وجل وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كيف نستفيد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في هذه الآية الله عز وجل يسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي الآية الأخرى في سورة الأحزاب يأمرنا الله عز وجل يقول لنا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد البشر سيموت وبهذا سماه باسمه. أما عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب علينا طاعته واتباعه واتباع منهجه سماه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما ندرس السيرة إخوة الكرام لا يجب علينا أن ندرسها على أنها أحداث تاريخية حدثت فيما مضى نحكيها لأطفالنا أو نصورها أفلاما ومسلسلات. إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي منهج حياة نحن مطالبون باتباعها وباتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركة قام بها وفي كل سلوك تصرف به صلى الله عليه وسلم. حادثة الهجرة انقضت منذ 3 أو 4 أيام، وأكلنا المأكولات وسردنا المرديات والأشعار والأبيات، ثم انقضت هذه الحادثة كأن شيئا لم يكن. لا يا أخوة الكرام، لا، ليس هكذا نتعامل مع سيرة النبي. أفعال النبي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما فعله النبي وكل ما أمر به النبي من أقوال وكل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. فحب الله لنا مرهون باتباع النبي في كل ما فعل والاقتداء به في كل ما أمر وفي اتباع منهجه في كل واقع كان يعيش فيه صلى الله عليه وسلم. لأن السيرة النبوية علينا أن نتصرف معها أو أن نستعملها أو أن ندرسها ليس بالباب الأحداث التاريخية وأحداث وقعت في زمان ما في مكان ما وانتهت القضية. لا يا إخوة الكرام، هي منهج حياة سطره لنا خير خلق الله
في هذه الدنيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. الهجرة، هاجر النبي من مكة إلى المدينة. ما هي أهم العبر التي نستطيع أن نستخلصها من هذه الهجرة النبوية الشريفة؟ يقال أن النبي هاجر هربا من أذى قريش، وكذبوا والله. يقال أو يقول أعداء الإسلام الذين يتربصون بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر والمسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة طلبا للراحة وطلبا للرئاسة والجاه والملك، وكذبوا والله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة التفت إليها وقال لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولو أن أهلك أخرجوا بي منك ما كنت أخرج منك. صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة. لماذا؟ هل تعلمون لماذا خرج؟ ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة؟ هناك أساس وهناك قضية أساسية علينا أن نتدبرها. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية البعثة كان يبحث عن مكان آمن يؤسس فيه دولة الإسلام لينطلق منها ليدعو إلى الله عز وجل. الهجرة من مكة إلى المدينة هي إخوة الكرام إعلان دولة الإسلام، إعلان قيام دولة لا إله إلا الله بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا يحق لنا أن نفتخر بهذه الدولة؟ أفلا يحق لنا أن ننتمي إلى هذه الدولة؟ أفلا يحق لنا أن نتبنى مشاريع هذه الدولة؟ بلى، لابد أن يكون عندنا رغبة في أن نتبنى. وهناك فرق بين الانتماء والتبني. نحن لا نريد أو لا يكفي الآن في هذا الزمان، لا يكفي أن ننتمي إلى المشروع، لابد أن نتبنى المشروع. أن نتبنى المشروع معنى أن نتبنى المشروع أن تصبح حياتي كلها في سبيل المشروع، في سبيل قيام دولة الإسلام. الانتماء لا يكفي، الانتماء لم يعد يكفي. إخوة الكرام، علينا أن نعلي من همتنا، أن نعلي من اهتمامنا، أن نجعل حياتنا كلها في سبيل قيام دولة الإسلام، دولة العدل، دولة الحرية، دولة المساواة، دولة العدالة الاجتماعية، دولة التوحيد التي لا تعبد ولا تخضع إلا لله عز وجل. صلوا على رسول الله. دولة الإسلام التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام وأسسها وبناها مع الصحابة الكرام. أخرجه قومه الذين كفروا، ونزلت الآية: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد البلاء واشتد التعذيب والتنكيل بالمسلمين. جاء الأمر من عند الله عز وجل بعد تخطيط محكم من طرف
الله عليه وسلم وباختيار الله عز وجل للمدينة المنورة أمر الله عز وجل رسوله بالهجرة إلى يثرب. إن كل عمل يحتاج إلى نجاح. العمل مش يكون ناجح إخوة الكرام، لابد أن تتوفر فيه الكثير من الشروط. من أهم الشروط لنجاح كل عمل أن تتوفر فيه النية الصالحة، ثم التخطيط الجيد، ثم الاستعداد للتضحية وللعطاء، ثم نترك كل هذه العناصر الثلاثة لكي تتدخل المعية الإلهية. النية الصالحة، التخطيط الجيد، ثم الاستعداد للتضحية. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة وأسس دولة وبنى دولة تحكم بما أنزل الله عز وجل، دولة الحرية، دولة العدالة، دولة الأمن والاستقرار. لابد من النية الصالحة كي ينجح العمل، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لابد أن تكون نيتنا هي رضوان الله عز وجل في كل عمل نريد أن نقوم به. إذا ما تكونش هناك نية صالحة، والنية الصالحة قال هي النية لكي نبلغ مرضاة الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، أن أقوم بعمل ما ابتغاء مرضاة الله عز وجل. تكون عندي نية صالحة حتى يوفقني الله عز وجل في ذلك العمل الذي أريد القيام به. لابد من النية الصالحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن رأس نجاح الأعمال قال هو النية الصالحة والإخلاص إلى الله عز وجل. من هنا ننطلق. هذه بداية الطريق. لو تبدأش عن نية مرضاة ربي ونية صالحة وصادقة نبتغي بها مرضاة الله عز وجل في كل أعمالنا، في كل ما نريد القيام به في هذه الحياة الدنيا. لابد أن نخلص العمل لله، أن نخلص النية لله عز وجل حتى يوفقنا الله في أعمالنا وننجح في أعمالنا. الجزء الثاني أو الهدف الثاني قال هو التخطيط الجيد لكل عمل. إذا الإنسان يريد أن يقوم بعمل بدون تخطيط قال ينجح العمل هذا ولا ما ينجحش؟ قال يستحيل مش ينجح العمل. إذا لابد من التخطيط، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة رسم لنا خطا ووضع لنا منهجا. المنهج هذا احنا مطالبين أو مطالبون باتباعه وبالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وضع خطة محكمة كي يهاجر من مكة إلى المدينة. نعرف أن الرسول هاجر سرا واصطحب صاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. استعمل عبد الله بن أريقط دليل الصحراء وكان مشركا. استعمل عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالأخبار من مكة. اسمعوا وتدبروا نهج نبيكم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، هذه من السنة، وليست السنة هي إلا مع مجرد شعارات مجرد مظهرها على شكليات. هذا كذلك من السنة، هذا كذلك من السنة، ونحن مطالبون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
أبي بكر رضي الله عنه تأتيه بالطعام. استعمل امرأة فتاة صغيرة يافعة، استعملها. المرأة عندها دور في نجاح الأعمال. الإسلام لم يترك المرأة في البيت، بل وظفها في كل واقعة وفي كل وقت من الأوقات. كان يستعمل المرأة ويوظفها، لأن المرأة عندها مهمة كما قلنا في الخطبة الفارقة. قلنا إن سعيكم لشتى. هناك رب خلق الذكر والأنثى وجعل للذكر مهمة وللأنثى مهمة. استعمل عامر بن فهيرة رضي الله عنه لمحو آثار عبد الله بن أبي بكر من أسماء بنت أبي بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه الخطة. استعمل عبد الله ابن قريبة، وكان مشركا ولكنه كان نزيها أمينا. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل مشرك ليدله عن الطريق، ولكن هذا المشرك كانت فيه خصيصة يحبها الإسلام، وهي الصدق والأمانة، وكان صادقا أمينا. كان يستطيع عبد الله ابن قريبة أن يذهب إلى قريش ويدلهم على مخبأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلوكيات وهذا المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التخطيط المحكم من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يوحي لنا؟ يوحي لنا أنه يجب علينا إذا أردنا القيام بعمل ما أن نخطط وأن نتخذ الأسباب ونتوكل على رب الأسباب والمسببات. نتوكل على من؟ أن نتوكل على الأسباب فقط؟ قال لا نتوكل على الأسباب فقط. نحن نخطط، ندرس ونضع الخطط والاستراتيجيات، ثم نتوكل على الله عز وجل. لأنه عندما ينقضي الجهد البشري وتنتهي الطاقة البشرية التي تخطط، قد ينفذ وقد يفشل هذا التخطيط. عندها تتدخل العناية الإلهية كما تدخلت في هذه الحادثة، إذ يقول أبا بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أحدهم رأى قدميه أو نظر إلى قدميه لرآنا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وثقة في ربه الذي وعده بالنصر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. صلوا على رسول الله. لا تحزن إن الله معنا. تتدخل معية الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تتدخل العناية الإلهية لتحقق النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليقيم دولته. إذا قلنا النية الصالحة، التخطيط الجيد، ثم الاستعداد للتضحية والعطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخي المسلم، أنت من أي الطرفين؟ هل أنت من الذين يعطون ويضحون ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل دينهم، أم أنت من الذين يبخلون عن دينهم ويبخلون على أنفسهم؟ من أي الفريقين أنت؟ نجاح الأعمال إخوة الكرام لابد أن يتوفر فيه أناس مستعدين نزلونا للتضحية والعطاء. صهيب الرومي
اذهبوا إلى المدينة وأهاجروا في الله عز وجل. أبو سلمة هاجر وترك أولاده وزوجته. المهاجرون الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هاجروا وتركوا أموالهم وتجارتهم وأولادهم وكل ما يملكون. هاجروا ضحوا، لابد من التضحية حتى ينجح العمل. فما مدى استعدادنا نحن الآن للتضحية في سبيل دين الله عز وجل؟ هل عندنا استعداد مش نضحيه ونعطيه شوية من مالنا ووقتنا وجهدنا وصحتنا في سبيل نصرة هذا الدين؟ أم هي كما قلنا مجرد شعارات نرفعها ومجرد مناسبات نأكل فيها الحلويات ونأكل فيها الكسكسي بالدين ونطيب فيها الملوخية وتنتهي القضية إلى هذا الحد؟ أهذا هو الإسلام؟ أهذا ما يريد منا الإسلام؟ أهكذا ندرس سيرة خير الأنام؟ لا إخوة الكرام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قدوة لنا أسوة لنا، ونحن مطالبون باتباع منهجه، باتباع سلوكياته، باتباع أخلاقه، باتباع تصرفاته في أي حال من الأحوال. نحن مطالبون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنا نريد وننشر أن يحبنا الله عز وجل علينا فإن حب الله لنا قال مرهون باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كناش نتبعه لرسول الله يحبنا ربي ولا بيحبناش؟ بيحبنا ربي إلا بشرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في كل ما أمرتكم به من أقوال وأفعال وتصرفات، كل ما رسمه رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا علينا أن نتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إنها هجرة النبي. نحن مستعدون للتضحية؟ هل نحن مستعدون لنضحي في سبيل الله عز وجل؟ بعد شوية من وقتك مش تجي تحضر الدرس، مش تتعلم دينك، مش تدعو إلى الله عز وجل. ماذا صنعنا؟ عام انقضى يا مسلم، عام انقضى من عمرك. وانقضاء هذه الأيام هذه الأوقات تعرف شو معناه؟ معنى أن أجلك أنك أنت قاعد تقرب للأجل بتاعك، قاعد تقرب للنهاية بتاعك. العام اللي تعدى الهجري ماذا صنعت فيه؟ ايش عملت فيه؟ حاسب بالحقرة، خذ قلم وورقة وقول عملت كذا وكذا وكذا وكذا. قداش حفظت من القرآن؟ قداش من مرة مشيت تدعي لله؟ قداش من مرة وقفت وانصرت دين الله؟ ماذا صنعت في هذه السنة التي انقضت ولن تعود إلى يوم القيامة؟ إذا ما عملت حد شيء، حاسب روحك وقيد روحك، ما عملت حد شيء، ربي يعطيك فرصة. يقول لك هذا ما عم جديد ادخل، اعمل برنامج واعمل استراتيجية، قول ايش مش نعمل وتوكل على ربك. كل عندك نية صادقة وخطط، ثم يكون عندك استعداد للعطاء والتضحية والبذل والجهد والجهاد، ربي يوفقك إلى ما تريد أن تصل إليه. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. اللهم صل وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت يا رب بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أدعوكم إخوة الكرام، أدعوكم وألح في دعوتي إليكم جميعا أن تدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم رد بالنا بحاجة، رد بالك أنك تقرأ سيرة النبي على أنها حكايات وقصص وأحداث تاريخية، لا هي منهج حياة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تصرف، كيف فعل كذا ولم يفعل كذا وعمل كيف تصرف، كيف تصرف مع الأعداء، كيف تصرف مع الواقع الذي يعيش فيه، كيف تصرف مع القريب والبعيد والصديق، كيف هذا، كيف لابد أن نجد الجواب لسؤال كيف هذه، وأن نحاول أن نجسم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نؤسس في واقعنا هذا المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تصرف، نعود كيف بايع الصحابة المهاجرين والأنصار. نعرف أن البيعة إخوة الكرام، البيعة بيعة العقبة الثانية حدثت في جرح الليل تحت سرية كاملة، ولم نحضر من الصحابة المهاجرين إلا أبا بكر وعلي بن أبي طالب وعمه العباس الذي لا يزال على دين قومه ورسول عليه الصلاة والسلام. التصرف هذا هو منهج، هو درس من احنا نجد انفسنا في واقع حال معين، نجد انفسنا في حالة ضعف نستطيع ان نتصرف كما تصرفون، لانه هو قدوتنا، هو اسوتنا، هو قائدنا في الدنيا وفي الاخره. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. نسأل الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا وأن يوحد صفوفنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر المدينة شعبا، عندما وصل المدينة أول حاجة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كذا حاجة: بنى المسجد النبوي الشريف الموجود الآن، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم، قال لهم كونوا إخوانا، وأمرهم حتى في رواية أن يتوارثوا، أن يلد الأخ أخاه. ولكن نزلت الآية بعد ذلك تحرم. بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم وضع دستورا لهذه الدولة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أول من وضع الدساتير التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه، وتنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتنظم علاقة الإنسان بالدول الخارجية وبالأعداء والأصدقاء. وضع هذا الدستور وأسس وبنى هذه الدولة، دولة الإسلام التي ظلت 13 قرنا وهي قائمة حتى جاء عميل الصهيونية الصليبية وأزاحها مصطفى كمال أتاتورك عام 1924. ولكننا نقول لمن تآمر ويتآمر إلى اليوم هذه الخلافة ستعود في يوم ما. هكذا بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم ستعود، ولكن القضية ليست قضية أننا نحلم أنها ستعود. أنت يا مسلم كيف ستساهم فيها هذه الخلافة التي ستعود؟ قاعد تساهم ولا مش قاعد تساهم؟ ولا قاعد فوق رقبة تتفرج سلبي لا تتحرك لا تعطي وتنتظر؟ فيها الخلافة هذه ستعود. أنت يجب عليك أي مسلم أن تساهم في النصر المرتقب
الأكيد الذي بشرنا ووعدنا به الله عز وجل وبشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكونش سلبي يا مسلم، ما تكونش إنسان غير إيجابي تستنى وتنتظر، لا بد أن تساهم أنت في هذا النصر المرتقب والأكيد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى المسجد الذي منه تنطلق الدعوة. في المسجد تحل جميع المشاكل. الدولة الإسلامية آخى بين الأنصار والمهاجرين. أين الأخوة؟ أين الأخوة الإسلامية بيننا؟ هل نحن إخوة؟ علينا أن نتآخى حتى تقوى شوكتنا وحتى نخيف أعداءنا. لابد أن نوحد صفوفنا وأن نكون على قلب رجل واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينم علينا بهذه النعمة، نعمة ألفة القلوب. إنها نعمة عظيمة من النعم العظيمة التي أنعم بها الله عز وجل على هذه الأمة، أن ألف بين قلوبنا. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع شملنا ويوحد صفوفنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استغفرت به غفرت، وإذا استشفيت به شفيت، وإذا استنصرت به نصرت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه كل التوفيق، ومن أراد بالإسلام شرا فاهده إلى سواء السبيل. فإن رفض ونأى فخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك أنت العزيز القوي المتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اقض ديوننا، يسر أمورنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم تول أمرنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا. اللهم أمنا في بلادنا، اللهم أمنا في بلادنا، اللهم أمنا في بلادنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.